يا نهار سواد ومرار علينا، يا نهار سواد وطين علينا. انا كده كده عارف ان المنتخب مش هيعمل حاجه، بس انا عارف احنا نطلع، احنا فريقنا وحش ومدرب وحش واداره وحشه ولعيبه، مفيش لعيبه. فين الدكه؟ فين الدكه يا عم فيتوريا؟ نزلت لي مين انت في الدكه يا عم فيتوريا؟ نزلت مصطفى فتحي اللي حاول يعمل اي تاتش من عنده. سيبك من ده. انا اللي مزعلني حاجه واحده بس، والله اللي مزعلني حاجه واحده بس. انت بتضيع وقت قدام الكونغو يا اسطى، انت بتضيع وقت قدام الكونغو ازاي يا اسطى؟ انت منتخب مصر يا اسطى. يا نهار اسود، يا نهار. انا اطلع من البطوله عادي، انا مش فارقه معايا، لان انا فريق وحش وادارته وحشه ومدرب والمدير الفني زي الخرا. ايه بقى؟ يلا بقى، يلا بص بص يا اسطى، احنا ما عندناش كوره ولا هيكون عندنا كوره من 2018. يلا بقى مدرب جديد هنبني. 2019 يلا بقى فكنا من ده كله بقى، يلا هنبني. 2021 كروش، يلا بقى هنبني. فين اللي بتبنيه؟ فين اللي بتعمله؟ فين يا اسطى؟ انت منتخب مصر، انتوا منتخب مصر يا جدعان. اللعيبه عملت اللي عليها، ما عندكش نظام، ما عندكش حلول يا جماعه، ما عندكش حد، انت ما عندكش غير لعيبه، كام واحد بس من اللعيبه، انت ما عندكش حد خالص. انت منتخب مصر بتضيع وقت قدام الكونغو، عايز توصل معاه ضربات جزاء. شفت احنا وصلنا لفين؟ يعني شفت اللعيبه، شفت الفرق كلها وصلت لفين واحنا وصلنا لفين؟ ما نفوق يا جماعه، عايزين نفوق بقى كده. طلعنا من البطوله، ننضف بقى شويه الحواشي اللي في منتخب مصر، ننضف بقى شويه الاداريين اللي بيجيبوا يا عم ده محمد شوقي وسيد معوض زعلانين من محمد بركات ومن حازم امام ان هم ما جابوش المنتخب. شفت يا دين ام يا جدعان، يعني يا دين ام حرفيا. كنسل الاداريين، كل ده هيتقال وكل ده هيغور في داهيه، يعني كل ده هيمشي. يلا يلا كده كلكم غوروا في داهيه عشان تعرف تبني بقى. يعني هتبني ازاي؟ بقول لي يعني ايه الحجه اللي انتوا عايزين هتشيلوا مين؟ هتشيلوا مين انتوا بقى دلوقتي؟ يعني الناس بتاعت الكوره اللي في مصر اللي ماسكه منتخب مصر دي هتشيلوا مين الليله؟ هتشيلوا مين؟ المدير الفني؟ ما انتوا اللي جايبينه. المدير الفني انتوا اللي جايبينه، انتوا اللي تشيلوا الليله. المدير الفني على الله وادعم بقى واسكت، محدش يتكلم ولا ينتقد اختيارات ولا خرا. يا عم ده انت يا نهار طين يا جدعان، ده يا عم ده انت ما عندكش واحد بره عارف ان هو هينزل يعمل حاجه، ما عندكش تغييره بره عدله. فين الاختيارات؟ مختار نص لعيبه، مش نص لعيبه ما بتلعبش اصلا في منتخبات في انديتها، مختار نص لعيبه ما بتلعبش في انديتها ازاي؟ محمد صبحي، يعني لو ابو جبل كان اتصاب النهارده كنت هتنزل مين؟ محمد صبحي واحمد الشناوي ما بيلعبوش، علي جابر ما بيلعبش. انت محمود حماده مين؟ محمود حماده ده اصلا مين؟ محمود حماده انا مش عايز اشيله. هو اللعيبه كلها دي تشيل، اللعيبه كلها عملت اللي عليها. هو مدير فني ما بيفهمش، الاداره ب 60 كلمه ما بتفهمش، كل ما بيفهموش. ما عندكش انت لعيبه، ما عندكش نظام، ما عندكش كوره. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ زي 2019 2018 2021 يلا بقى ايه؟ هنبني ان شاء الله هنبني. يعني هتبني امتى مثلا انت؟ يعني انا عايز افهم بس حاجه، يعني احنا رايحين لفين؟ يعني كل المنتخبات عدت الا احنا مش عارفين نكسب ماتش. يا نهار اسود، مش عارفين نكسب ماتش بالسكواد اللي معانا ده يا جماعه. مفيش فهم يا جماعه، مفيش كوره يا جماعه، مفيش كوره. هنفضل لحد كده امتى؟ هنفضل لحد كده امتى؟ حد يفهمني. هنفضل ما عندناش كوره، تخلف، الفرق كلها بتطلع كده وانت اللي بتنزل كده. انت ما كسبت يا جدعان، واقسم بالله العظيم ما لعبت كوره، ما لعبت الاربع ماتشات اللي لعبناهم، ما في فكره فنيه اتلعبت، ما في لاعب في مستوى غير تريزيجيه كان بينزل يعمل لك الفارق، وتريزيجيه النهارده ما كانش فيه. اللعيبه كلها عملت اللي عليها، كلها. بس دي امكانياتك يا حبيبي، دي امكانياتك. ما تفكرش نفسك انت كلنا قاعدين عشمانين في البطوله يا حبيبي. البطوله انت عبيط، انت تاخد البطوله ازاي بالاداره دي اصلا؟ هتاخد ازاي يا عم؟ ده فكرهم يا اسطى، ده فكر المنتخب، ده فكر ابن 60 كلب. فكرهم يا اسطى غريب يا اسطى. ذبحوا عجل يا اسطى عشان بقول لك الاصابات، ذبحوا عجل عشان الاصابات ونكسب والتعادلات والشغله دي. مستني من الناس دي، انت مستني منهم ايه بعد الحركه دي؟ انت مستني ايه؟ فاهمني؟ انت مستني. وانا عايز اتكلم مع عم فيتوريا النهارده. مصطفى محمد عمل اللي عليه طول 90 دقيقه، ما تغير يا عم، هو مفيش غيره؟ غيره يا عم، عندك كوكا بره وعندك كهربا بره، غير يا عم، جاب اخره، غير. ايه يا جدعان، نهار اسود والله العظيم. انا مش فارقه معايا البطوله، انا عارف كده انا هطلع، بس ما بقاش طالع كده يا جماعه. يا جدعان
يا نهار تين يا جدعان، اللي قفلك قاعد بعد الدقيقه 60 في الدقيقه 70 قاعد بتدافع قدام الكونغو. يعني انت يا اسطى، انت يا اسطى ده فريق ده مش فريق يا اسطى، ده مفيش لاعب يا اسطى، مفيش لاعب غير الولا بتاع رقم 10 ده بس اللي احنا نعرفوه اللي هم اتكلموا عليه. مفيش حد بيدافع قدام مين يا ابني؟ مفيش خطه يا ابني، مفيش لعبه فنيه اتلعبت يا ابني، مفيش حد يا ابني. يا نهار اسود، هنفضلوا نصيحوا ونصرخوا ونتكلموا ونقول لحد امتى؟ انا مش عارف هتبني امتى؟ اطلعوا بقى اتكلموا، هتبني امتى؟ عرفتونا؟ هتبني امتى فريق؟ هتبني امتى منتخب ينافس ويروح ويجي؟ هتبني امتى؟ واقسم بالله انا ما عارف اقول ايه، ورب انا ما عارف اقول ايه، وقسم بالله انا ما عارف اقول ايه. كنسل بقى كل ده. المنظومه دي عايزه راجل. شفت المنظومه دي؟ المنظومه دي كلها عايزه راجل على الجد، راجل على المظبوط، راجل شبه حسام حسن، راجل شبه حسام حسن كده يسوقهم، يسوق اللعيبه. هتقول لي حسن شحاته يجي؟ اللي فيها كوبر اكبر من حسن شحاته، كوبر يا حبيبي اكبر من حسن شحاته. لو هتتكلم في حته المنتخب بقى واداره والشغله الطين دي، حازم امام بيطين ايه في المنتخب؟ بيطينوا ايه يا جدعان؟ ما عملوش. يا نهار يا جدعان، بقول لك سيد معوض ومحمد شوقي زعلانين منه مقاطعين حازم وبركات عشان ما يخاضوش معاهم المنتخب. شفت المرار اللي احنا وصلنا فيه؟ يعني شفت المرار؟ انا مش عارف اتكلم واقول ايه، انا مش عارف اتكلم. ادعم منتخبك واسكت. اختيارات زي التين على دماغهم. يلا عادي، يلا مشي دنيتك عادي. يلا معاك 2 باكات شمال، واخد فتوح ما بيلعبش، يعني هو واخده من منتخبه من فريقه ما بيلعبش، واخد محمد صبحي ما بيلعبش. مختارهم على اساس ايه؟ اكرم توفيق ما تاخدوش ليه؟ حسين الشحات ما تاخدوش ليه يا عم؟ ما تاخدهمش دول ليه؟ فهمني. ما مكسرين الدنيا مع الاهلي. فين حلولك؟ فين لعبك؟ فين كورتك؟ الفرقه كلها بتلعب كوره، الا فريقك، الا فريقي، الا فريقنا، الا منتخب مصر. هنوصل لحد فين طيب؟ يعني اطلعوا بقى اتكلموا. نكنسلوها خالص الملاعب دي يا باشا، نكنسلها خالص. يعني الملاعب دي كلها يلا نجيب فيها بقر وبهايم، يلا بقى ارعى في البتاع ده، واستوديوهات التحليل دي بقى والناس اللي بتتكلم بيطلع عينها نقلبوها يا باشا، نقلبها قناه طبخ يا باشا، يعني قناه طبخ كده، وفكنا بقى من الكوره، ولا وجع قلب ولا وجع دماغ. ايه يا جدعان بقى؟ فوقوا. كل الفرق في افريقيا فاقت اللحنه، كل المنتخبات فاقت اللحنه. فوقوا. هنفوق امتى يا جماعه؟ هنفوق امتى؟ اطلعوا بقى علقوا الشماعه على مين؟ على محمود حماده نازل راجل يا باشا، راجل ما لعبش ولا ماتش في ال4 ماتشات منزله في اخر نص ساعه، ما خدش حساسيه الملعب. فطبيعي انت جاي مع الجمهور مع الضغط، الكره تخبط في رجله وتجري. ما تشيلش حد، لو عايز شايل المخروبه اللي جوه، شايل المطبخ اللي داير جوه. ما تشيلش اللعيبه كلها عملت اللي عليها، وما تشيل ابو جبل هيعمل لك ايه؟ شايل لك طول الماتش 3-4 كور راحوا عليه. لو حد تاني لو اشترى واقف كان هيشيلهم، ما كانش هيشيلهم. طب ايه طيب؟ يلا بينا اقول لك اللي هيحصل. يلا احرق لك اللي جاي، اقول لك والله احرق لك اللي جاي، هحرق لك اللي جاي يا اسطى. بص خليك معايا. يلا كواليتي المدرب، المدير الفني تمام، عين اي حد من الخرا اللي موجود دلوقتي لحد ما شغلنا صرفه. تمام ماشي. الاعلاميين كلهم، كل الاعلام هيطلع يهاجم المدرب. انا طالع دلوقتي، انا شغال برنفاق دلوقتي فاشخ المدرب. طب ليه ما فشختش المدرب كامل الاول؟ افشخ المدرب من الاول يا باشا، عشان يخافوا، عشان المدرب يعرف النقد اللي عليه ويلعب. اقول لك اللي هيحصل، اقاله المدرب، افشخ الاعلاميين كلهم هيفشخوا المدرب. ممكن كام اعلامي كده اللي هم اهلاويه جامد او زملكاويه جامد يشيلوا الليله لجاباسكي، بس جاباسكي لا، عشان مضى للاهلي اعاره، فلا يعني هو جالنا الاهلي فخلاص جاباسكي مش هيشيل الليله. ممكن يشيل الليله محمود حماده. يقول لك انت جايبه منين محمود حماده؟ وشيل الدنيا يا محمود حماده. اقاله حازم امام وبركات، وهتعين اي حد قدام يعني. يلا بقى يا جماعه ان شاء الله نبني خطه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم لكاس العالم اللي جاي ان شاء الله. نبني بقى. نجيب مين؟ مش عارف. نجيب اي واحد من المخروبه، اي مدرب ملوش فكر. تعالى نبني 4 5 6 سنين امضي. خلاص يا جماعه والله احنا بنبني مشروع، احنا كده بنبني مشروع يا جماعه اللي فيما جاي. يا جدعان فيما جاي ايه؟ انت عندك كام لعيبه يا حبيبي؟ انت اللي كنت بتقول لي فيتوريا جاي يعمل منتخب وجاي يطين وما حبيناش نتكلم. انت عندك كام لعيب؟ ده اللعيبه كلها كبيره في السن يا اسطى. انت معدل اعمارك كام يا اسطى؟ معدل اعمارك كام يا اسطى؟